السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة زي ما قلتلكم انا مش هعمل فيديو فيه طبخ ولا اكل، انا هعمل فيديو فيه هاند كرافت، شغل صلصال حراري. شغل الصلصال الحراري ده انا لما عرفته وتعلمته عجبني جدا، لانه الصلصال الحراري دوت مش صلصال عادي اللي بيستخدموه الاطفال. ده صلصال بيتشكل وبيدخل الفرن على درجة حرارة معينة حسب طبعا الحجم والمقاس اللي بنعمله، وبيتسوى وبينشف، بيبقى زي البلاستيك كده او مقوى يعني صلب، وبيعيش معاك العمر كله، فما بيبص زي الصلصال العادي. والولاد حبوه وانا جربت اديهم كورسات، وحتى الكبار كمان حبوه، وانا واحدة من الناس وقعت في حبه، وبقيت طول ما انا قاعدة بشتغل بالصلصال لانه فعلا ممتع وبيفرغ طاقة وبيبسط، وفي افكار كتير قوي قوي قوي. انا هبقى انزل لكم فيديو بعد كده ان شاء الله، صور فيها الشغل بتاعي وفيها الافكار الكتير اللي انا يعني حاولت اتعلمها، ولسه هتعلم تاني وهعمل حاجات تاني ان شاء الله. فانا النهارده جايبه لكم طريقه حلوه قوي ازاي نكتب اسم على قطعه الصلصال. الاسم ده بقى ممكن نديه هدية لحد كسلسلة يعني، او ميدالية او اي حاجة. فالنهاردة انا هعمل اسم لبنوتة، تمام؟ وهقول لكم ازاي نكتب الاسم ده على الصلصال. هنحتاج قطعتين صلصال طبعا، قطعة باي لون، اللون اللي تحبيه، والقطعة اللي هنكتب بيها تبقى بلون مختلف، تمام؟ فانا هكتب على حاجة زي كده. هنبتدي نعملها بالنشابة، نفردها عشان تبقى كلها سمك واحد، تمام؟ واحدة واحدة كده. طبعا الصلصال الحراري ده بيحتاج ان هو يتطرى شوية، فبنقعد نفرد فيه شوية يعني. انا فرداه قبل الفيديو بشوية عشان اعرف ما اطولش عليكم، فتمام. فاحنا هنعمل كده، هنفرده. طبعا الفيديوهات الجايه ان شاء الله باذن الله اللي بتتكلم عن الصلصال الحراري هتعرفوا اكتر وهتتعلموا اكتر، وهيبقى بالنسبه لكم حاجه ممتعه للكبار وللصغيرين. وانا ان شاء الله ناويه اعمل سلسله فيديوهات تعليميه كده للاطفال وللكبار، اللي حابب يتعلم حاجه في الصلصال هينبسط بيها جدا، تمام؟ احنا كده فردنا قطعه الصلصال. هنحتاج قطر طبعا عشان ايه؟ نشيل بيه الصلصال، ولو محتاجين نقطع حاجه نقطعها. فاحنا كده خلاص فردنا القطعه، بقت كلها في مستوى واحد. هنجيب اي قطاعه الشكل اللي احنا عاوزينه. القطاعات طبعا كلها يعني كتيره في السوق، فانا حبيت اعمله على شكل الورده دي، تمام؟ هنبتدي نقطعه كده عشان هي بنوته يعني صغنونه، فالشكل برضو هيبقى بالنسبه لها مهم. المهم ان احنا نعمل الحاجة تبسط الناس، ولما نعمل حاجة احنا نبقى حابينها، تمام؟ فاحنا خلاص كده خلصنا، قطعنا القطعة اللي احنا هنكتب عليها، تمام كده. ده خلصنا كده القطعة اللي هنكتب عليها، سوري. دلوقتي انا عشان اكتب في كذا طريقة. الطريقة الاولى او الطريقة البدائية انك انتي هتجيبي قطعة صلصال وتعمليها كده، وتفضلي تعمليها كده اهو، وتحاولي ترفعيها على قد ما تقدري حسب يعني الخط او السمك اللي انتي عاوزاه. طبعا دي طريقة سهلة وبدائية يعني، ما اي حد سهل ممكن يعرف يعمل. انا كنت بشتغل بيها الاول بصراحة، بس يعني ساعات ما بتظبطش معايا عشان بتبقى في حته تخينه وحته رفيعه، فما بعرفش اظبطها، مع انها ممكن تتظبط يعني لو ركزت ممكن تبقى كده. يبقى ده سمكها مثلا، عايزين نرفع، كل ما بنرفع كل ما الكتابه بتبقى اسهل، تمام؟ فدي طريقه ممكن اي حد يعملها في البيت لو ما عندوش المكنه دي بتاعه عجينه السكر، تمام؟ انا اشتريتها لان اي ادوات بتاعت عجينة السكر اللي بنستخدمها في تزيين التورتات بتستخدم في الصلصال الحراري. وابدعي بقى براحتك وفني براحتك في الصلصال الحراري. طول ما قدامك اشكال كتير وفرايتي كتير انك انت تعملي حاجة هتلاقي افكار بتجيلي. فدي انا كنت جايباها
تمام. عشان اشتغل بيها بالصلصال الحراري. دي بتعمل ايه بقى؟ دي ليها اشكال، تمام، مربع، مدور، مستطيل، شكل سداسي، تمام، ليها اشكال كتير. هي ليها 20 غيار. الغيارات دي بتيجي معاها، وانت بقى تختاري الشكل اللي يعجبك لاي شكل انت عايزاه او اي شكل معين انت بتعمليه، تمام. وطبعا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنتعرف على كل شكل بيعمل ايه. انا هختار منها الشكل ده كده، واضح اهو، تمام. ليه بقى؟ عشان يعمل لي الصلصال رفيع فاقدر اكتب بيه واتحكم في الكتابه، تمام. فانا هشغل الصلصال، هعمله كده واحطه جوه المكنه. طبعا احنا ممكن نعمل كده، نوسع شويه، لو شايفينها كبيره ممكن نصغرها، يعني نقطعها شويه، تمام. ونروح حاطين القطعه اللي احنا اخترناها، ونروح قافلين، تمام. كده احنا قفلنا المكنه دي، وهنبتدي نلف كده اهو. هنبتدي نلف كده عشان نطلع الخيط اللي هنكتب بيه اهو. كده هنلف، نفضل نلف كده زي هي يعني الشكل بتاعها عامل زي مكنه البيتي فور بتاعت زمان اللي كنا بنعمل بيها بيتي فور، بسكوت، الحاجات دي. فهي الفكره انك انت تطلعي الخيط اللي هتكتبي بيه، تمام كده. هيبقى كله سمك واحد، وتقدري تتحكمي ازاي تكتبي بقى حرف، تكتبي اسم، تكتبي مثلا ما شاء الله، الله اكبر، الحاجات دي كلها. وطبعا انا ان شاء الله هوريكم حاجات في فيديوهات جايه كتير تشتغلوا بيها، هتنفعكم جدا. وبصرف النظر عن النفع، انا بشوف ان الصلصال ده طاقه، يعني طاقه ايجابيه حلوه قوي، لانك انت بتعملي حاجه حاسه بيها، فالاحساس بتاعك بيطلع على ايديكي، فبيطلع نتيجه هايله. فانت كل ما تحسي بحاجه وتلاقيها قدام عينك بقت حاجه حيه بتنبسطي، تمام. فاحنا كده جهزنا الخط اللي هنكتب بيه والقاعده اللي هنكتب عليها، تمام. ثواني بس هظبط الفيديو وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، بس كنت بجهز عصاية الشيش طاووق دي، لان دي انا بظبط بيها الكتابة، يعني بحاول اسند بيها بس الصلصال عشان اعرف اكتب الحروف كويس. احنا تمام. هنبتدي نعمل ايه؟ هنكتب اسم. انا هكتب اسم فريدة، تمام. فهنبتدي نعمل حرف الف. ممكن تكتبي الاسم مرة واحدة، وممكن تكتبيه على تقطعيه، يعني تقطعي حرف حرف وتشبكي الحروف، برضو دي حسب مقدرتك. يعني انت هتاخدي وقت على بال ما تتعودي تكتبي الحروف، فدي طبعا بترجع ليكي واحده واحده كده، وان شاء الله. بصوا، ما يعني مفيش حاجه صعبه يا جماعه، والله انا يعني كل حاجه في الدنيا سهله طالما انت اتعلمتي. احنا عملنا حرف الفاء اهو يا حبايبي. الفيديو فصل، معلش، هنكمل كده. عملنا حرف الفاء، تمام. هنبتدي نظبطه بقى كده، تمام. ونتني دي كده عشان نعمل حرف الراء، تمام. ونبتدي نقطع، نظبط بس حرف الراء ونبتدي نقطع، تمام كده. عشان نعمل حرف الياء هنعمله كده عادي سهل خالص، تمام. برضو هنبتدي نتني كده بالراحة. ليه بقى انا بعمل كده؟ عشان الصلصال ما يتكسرش، يبقى كله حتة واحدة، ونحاول على قد ما نقدر نظبطها عشان بعد كده ما تتخلعش مننا ولا الحروف دي تقع. هو حرف الدال ممكن نقصره شوية عشان ايه ما يبقاش زي الر، مفيش مشكلة، تمام. نرفعه كده شوية،
نضغط بالراحة بقى، نضغط بالراحة على الايه، على الحروف عشان تلزق. ممكن قبل ما نكتب نحط مادة صمغية كده او لاصق، انا بستخدم الامير عموما يعني. تمام، هنبتدي نظبطها كده كده ونبتدي نضغط بالراحة. تمام، احنا لسه ما خلصناش. هنبتدي نحط النقطة بتاعت حرف الف، هندورها كده ونبتدي نحطها فوق. تمام كده، نضغط عليها برضو ونبتدي نقطع حتة صغيرة ونعمل النقطتين التانيين بتوع اليه، او نقطع واحدة كمان اكبر شوية. تمام اهو، ونبتدي نعمل كده اهو ونحطهم هنا كده كده. تمام، ونضغط برضو عليهم بالراحة عشان خاطر ايه، يلزقوا في الصلصال. دلوقتي هنعمل الته المربوطة. طبعا الته المربوطة ليها كذا شكل، ممكن نعملها دايرة وممكن نعملها اللي هي بتبقى زي الفيونكة كده. فانا هعملها اللي زي الفيونكة، اقطع بس الحتة دي عشان مشققة. تمام، هعملها زي الفيونكة كده كده اهو. لو كبيرة ممكن نصغرها شوية، ممكن نعملها كده ونبتدي نقطع من هنا ونقطع من هنا قد بعض. تمام اهي كده، ونبتدي نحطها جنب. ممكن نصغرها برضو تاني سنة عشان خاطر ايه المكان، مفيهاش مشكلة. كل ده في ايدينا طالما احنا لسه محطناهاش على الصلصال، عشان لو لزقت ما ينفعش نشيلها. تمام، وهنروح عاملينها كده كده بقت فريدة. هنحط النقطتين بقى بتوع الته المربوطة برضو نفس الحكاية، هنقطع قطعتين متساويتين نعملهم النقطتين. تمام، وهيبقوا كده. تمام، ونضغط عليهم برضو بالراحة بحيث ان هم يثبتوا على الاسم. طبعا احنا ممكن ندور دي كده شوية بحيث ان الفه تبقى باينة. تمام كده بقت فريدة حلوة اهي. عايزين بقى نعمل ايه، الشكل ما يبقاش مصمت كده، نعمل وردة، نعمل شكل ظريف، نعمل قلب. عندنا الاشكال دي انا برضو كنت جايباها، دي اشكال بتستخدم في عجينة السكر. تمام، هنختار مثلا شكل القلب ده ونختار شكل وردة الشكل ده مثلا، ونعمل لها وردة وقلب. هنبتدي نفرد. خلاص احنا خلصنا الكتابة، مش عايزين كتابة تاني، فممكن نروح عاملين دي كده. تمام، نشغلها تاني، نفردها، نعملها اي حاجة. تمام، احنا هنبعد بس الاسم كده شوية عشان ما يبص مننا. هنبتدي نفرد الصلصال بالنشابة عادي خالص. تمام، ممكن نعمله كذا مرة عشان ايه، لو في لون تاني دخل او في ايدينا مثلا وسخته شوية مفيش مشكلة، احنا ممكن نفضل نعمل فيه كده لغاية لما نرجع اللون بيور تاني، نقي تاني. تمام، احنا كده خلاص فردناها. هنبتدي ناخد قلب بالقطاعة بالمنظر ده. تمام، ونطلعه كده نزقه من هنا لان هو ليه مكبس. تمام، وهنبتدي نحطه على الشكل. سوري، نبتدي نحطه كده. تمام، نعمل وردة كمان. دي ما طلعتش مش مشكلة، هناخد الوردة نشيلها بالقطر بالراحة. تمام، ونضيفها
على الشكل برضو نفس الحكاية. احنا بقى وذوقنا يعني، احنا وشكل ممكن نحطه هنا، نبقى نعمل الخرم اللي هنعلق منه السلسلة. ممكن ناخد واحدة كمان. تمام، قلب ونحطه هنا كده. ممكن بقى بألوان تانية يعني، مش شرط نفس اللون. نعمل وردة، ممكن نلعب بالألوان يعني، ما فيهاش مشكلة. ممكن نحطها في النص كده. تمام كده الشكل النهائي خلاص خلص. تمام كده بقى الاسم فريدة. ممكن بقى نحط، ممكن بقى لو احنا حابين بنفس اللون ده اللي هو اللون الكتابة نعمله بدي نفس الحكاية يعني. ممكن نعمل كده تاني مثلا، بس انا مش حابة اعمل كده لان هي بنوتة صغيرة فممكن يتخلع منها او اي حاجة، بس هي ممكن تتعمل تبقى سيف يعني. هنعمل كده. تمام، هننزل شوية، وممكن نعمل نحوط الوردة نفسها الكبيرة باللون ده، هتبقى كده. تمام، ونثبتها ونضغط كده عشان ايه تمسك. احنا ممكن نعملها هتبقى شكلها ظريف برضو. ممكن نحط لها حاجة نلزقها بيها. تمام، هنبدأ من هنا من عند القفلة اللي هنحط فيها الحلقة بتاعت السلسلة عشان ما تبقاش باينة قوي وتبقى متدارية. تمام، فاحنا هنعمل كده. طبعا الشكل الوردة كده لما بيتحدد بيبقى شكله حلو. تمام، هنبتدي نعمل كده. ثواني عشان بس اعرف اظبطها. طبعا عصاية الشيش طاووق دي اختراع. انا المفروض في آلة كده معينة بتتباع زي الإبرة بنشتغل بيها يعني، بس الحقيقة انا لسه ما جبتهاش. فانا بحب اتصرف، ما بحبش حاجة توقفني يعني. لما بحب اعمل حاجة بفضل افكر في بديلها، ممكن استخدمه من المطبخ عادي جدا. فطبعا ايه ده، انا الكلام ده انا بقوله علشان اي حد عايز يعمل اي حاجة ما يقولش لا ده انا ما عنديش، لا ده مش هينفع عشان انا هيوقفني. مفيش حاجة توقف البني ادم الا الكسل. وطبعا الكسل ده حاجة مش كويسة، بالذات لما يكون بني ادم عنده طموح ونفسه يحقق حلم. فانا بقول لكم كل اللي عنده حلم يحققه. كده الوردة جهزت. هنبتدي نخرمها من هنا كده خرم بسيط من عند الوردة اللي احنا عملناها. نبتدي نعملها كده طبعا كده. تمام اهي. ليه بقى؟ عشان نحط هنا الحلقة ونحطها في السلسلة. انا هدخلها الفرن وهجهز لها السلسلة وارجع لكم بعد ما هتخرج من الفرن عشان نقفل الشكل النهائي بتاعها ونشوف شكلها النهائي بقى عامل ازاي. ورجعت لكم تاني بعد ما قطعة الصلصال خرجت من الفرن اهي، بقت مطاطة ناشفة. تمام، طبعا يعني كل فرن حسب درجة الحرارة بتاعته او درجة السخونة بتاعته. انا يعني مش هقدر اقول لكم تحطوها على درجة حرارة كام، لان كل فرن بيختلف من فرن للتاني درجة الحرارة بتاعته. فانا بحطها على ربع ساعة على درجة حرارة 100 و 120، فبتبقى كده حلوة جدا ويعني ما بتتكسرش ان شاء الله، ما بتتكسرش، وبتبقى تسويتها كويسة. وفي نوع صلصال كمان بيبقى صلب اكتر من كده. تمام، احنا هنحتاج بقى حلقة زرد عشان نحطه في الصلصال ونبتدي نعلق فيه السلسلة. تمام، هنركبها كده. تمام، وهنحتاج اقفال للجلد اهي، القفل بتاع الجلد واضح كده، مش عارفة واضح او لا. تمام، ده قفل الجلد.
وهنحتاج قفل، وهنحتاج زرد وسلسلة صغيرة، وهنحتاج القطيفة الجلد دي. تمام. هنبتدي نقفل بسرعة كده القفل بتاع الجلد. تمام. وهنعمله بدي، هنقفل من الناحية دي كده كده انتوا شايفين. تمام. وهنقفل من الناحية التانية كده كده. احنا قفلنا على السلسلة الجلد. تمام. اهي اهي كده كده تبقى واضحة اكتر. اهي قفلنا على السلسلة الجلد من الناحية دي. هنعمل كمان من الناحية التانية نفس الحكاية. وبنفس الزرادية دي هنقفل من هنا كده، وهنقفل كده. تمام كده خلاص احنا قفلنا من الناحيتين. هنجيب الزرد بقى. تمام. بالزرادية دي ونركب القفل كده، القفل كده، ونقفل الزرد كده. تمام خلاص كده ركبنا القفل. هنيجي الناحية التانية، هنحط الزرادة التانية، نحط فيها السلسلة دي عشان لو حابين نطول السلسلة شوية يبقى متاح بالنسبة لنا ان احنا نطولها. وهنركبها كده. تمام. وهنعمل كده، نحاول نقفلها. تمام كده احنا قفلنا الزرد من ناحيتين. تمام كده السلسلة جاهزة. هنبتدي بقى نحطها في الحلقة الكبيرة هنا. طبعا الحلقة دي ممكن يبقى ليها اشكال تانية هنشوفها مع بعض في الفيديوهات. وده كده هيبقى شكلها النهائي. سلسلة حلوة وبسيطة وسهلة لبنوتة جميلة عشان تنبسط بيها، وولادنا هينبسطوا جدا لما يشتغلوا الحاجات دي بايديهم. بتفرق معاهم جدا في النفسية. وانا من رأيي انكم على الاقل مرة في الاسبوع لازم تخلوا لهم وقت ليهم، مش كل الوقت مذاكرة، وقت ليهم يطلعوا فيه الطاقة اللي عندهم. تمام. يبقى نخلي الولاد ليهم مرة في الاسبوع مثلا وقت يلعبوا بيه بالصلصال، حتى لو صلصال عادي، علشان خاطر ما يتعبوش من المذاكرة ويبقى عندهم ارهاق ذهني، لان انا بشوف ان المذاكرة الايام دي حاجة صعبة جدا كده. تمام. يا رب اكون افدتكم وعملت حاجة مفيدة تنفعكم، وان شاء الله الفيديوهات الجاية ان شاء الله تبقى حاجة مفيدة برضو كويسة لينا ولولادنا. وعشان تتابعوا كل فيديوهاتي اضغطوا على سبسكرايب وفعلوا الجرس واعملوا لايك وشير للفيديو. وان شاء الله اتمنى اكون بفيدكم يعني وبقدم محتوى كويس للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.